هو قيادات التيار عودتنا بمثل هذه التفرقه الايديولوجيه ان صح التعبير، وتحملها على حركه النهضه وكل من يتبع حركه النهضه او قريب من حركه النهضه. هو صحيح ان التيار الديمقراطي قد اعترف مؤخرا بشكل رسمي بخطئه في تكييف لحظه 25 جويلية، خطئه في عدم اعتبار تلك اللحظه لحظه انقلابيه، لكن يبدو ان هذه المراجعه المهمه في الحقيقه لم تطل بعد المواقف السياسيه للقيادات، المواقف السياسيه للقيادات ما زالت مشدده الى لحظه ما قبل 25 جويلية، ما قبل تلك اللحظه المفصليه في الحقيقه في التاريخ الحديث لتونس. تعرف انه قيادات التيار كانت في السابق تعتمد او تتبنى خطابا مقذعا، مثلا كانت تتحدث عن الخوانجيه. لفظ الخوانجيه هو علامه مسجله للمنظومه القديمه، وهنا التيار يتقاطع موضوعيا مع المنظومه القديمه. نعرف ان التيار الديمقراطي ايضا دعا الى حكومه الرئيس، نعرف انه التيار الديمقراطي ايضا تحالف مع ميدان تونس فقط في بعض البلديات فقط لمناكفه حركه النهضه. نعرف انه التيار الديمقراطي تحالف مع عبير موسي من اجل سحب الثقه من راشد الغنوشي، وهنا اتساءل ان كان التيار الديمقراطي لا يرى مانعا في التحالف مع عبير موسي وجه التجمع الكالح من اجل اسقاط الغنوشي، فلما لا يتحالف اليوم مع حركه النهضه لاسقاط الانقلاب؟ هذا السؤال اطرحه وامر. ونمر الى موجه اخرى